وعلى آله وصحبه أجمعين. درس ما سورة تور آيات 17 تفسير إمام الزمخشري كالشافعي. الله تعالى آيات الكريمة إن المتقين في جنات ونعيم. محقق ایکو خنجن یعنی ایکو امر خدا نهی خدا رعایت کرنه او دناف جنتی کو خوی نعمت بولغیا جنتی دانه او جنتا کو تشتیوی بولن پرن دناف وی دانه النعيمين بك عاطف نكوس ها ده جنتی و ده نعمت دانا في جنات او ده نعمت دانا هم دي جنات دانا هم دي نعمت فاكهين وكيف خوش دبن بما آتاهم فاكهين يا فاكهين فاكهين أنا بجا فاكهين فاكهون فاكهون جي كان أوانا قراد فاكهين كيف خوش دبن بما آتاهم ربهم بأو تشتكو ضايا وان ربي وان ووقاهم كوان محافظة كريا ربهم ربي وان محافظة كريا عذاب الجحيم. يعني بداينا كو خدا ضايا وان بي كيف خوش دبن وبمحافظة كرنا كو خدا وان شاكري جهنم محافظة كريا بوي كيف خوش. كلوا واشربوا هنيئا بخون وخون هنيئا بالنوشي جنبه عافيت بجوارا بما كنتم تعملون يعني بأو باشي وقنجي وإطاعتك والدنيا كريا أبوان تشتا أنا بخن وبخ ومتكئين على سرر مصفوفة صداقة كلام كسر فاكهين شو معنى كرته؟ في كذبن ياود كيف خوش دبن فدي نعمت دبن لذت لي دبن متكئين على سرر بالضاين الثر منطقا قنابان ارتق بوشكل مصفوفة اكواتنا صفكرن يعني القرشيها واطنا داني يعني سلالم هاي لاتد انا كان بيجن مقابلين القرش اللي خليكو خبر دن عين وقت شو ام قنابيخ يكدن فيالي يكدن ويالي ومر القرشيها برودني دما ابجي وصانا صف بوي هواي وزوجناهم بحور عين وأميوان بزوجينن بحورية كوشعبوان فرانة عبوان رشا رشكراوي برش evet وصفه حورية سيدي منا ويسي باش زونه اشخراش خدي تخوازن ما قد جمعه سهلة آياتنا ما جو وصلن بعمله ما جو خذوا عمل مزيد كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ورحمتي وسعت كل شيء والله أيضا آيات إذا ما جو إن المتقين في جنات ونعيم يعني في أي جنات وأي نعيم في أي جنات في أي جنات وأي نعيم بمعنى الكمال في الصفة يعني دان جي خوشتا نه دان جنة خوشتا جي خوشتا ودناف نعمة أن خوشتا يجي أو في جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين دناف جنة ودناف نعمتك وخاص بالتقوى يعني كش إنسان التقوى راهتنا حاضر كرن دناف وانطانا يعني خلقت لهم خاصة أو جنة نعيم يعني ولا سيدا
لا ولا في جنات أي جنات أي نعيم كيجا يعني أباب أن مظن أن كامل يعني ذكر شيء عام بتحقيق مراجع فرد كامل يعني ان باشيوي أن باشي صفات داد وصفات داد özellik داد خصوصيات أن أبي كنت مرتبة شو بالي ويا أو في جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين ايه يعني جنات خلقت لهم ونعيم خاصة وقرئ فاكهين وفكهين وفاكهون حسبه حالا جعل الظرف مشتقلا ايك فاكهين منصوب لسر حالية تخوينة وتكذب مشتق فاكهين فاكهين منصوب لسر حالية ايك وتخوينة بظرف مستقرة إن كنا جعله الناس من جعل الظرف إيكو شو سيدا؟ فاكهين منصوب تخوينة في جنات وعيون كذبت مستقر في جنات ونعيم شو من رفعه خبرا يكون مرفوع دخينة كخبر جعل الظرف لهو معناه أي متلذذين بما آتاهم ربهم يعني فيلذت دبن بوي تشتكو ربي وان ضايا وان ضد دي سيدة فإن قلت على ما هذا هي هذا من نصب وجعل الظرف حالا بقال شو كذبه إيكو منصوب بين إن المتقين أسكنهم في جنات ونعيم وأسكنهم في جنات وأنعمهم في نعيم وحال كون واجي فاكهين أسكنهم حال كون واجي فاكهين متلذذين هذه وقتكم مستقر إذا ما رفعه فاكهون بخينا خبرا كخبر وجعل الظرف الأخضر لمك إن المتقين فاكهون فاكهة متلذذة في جنات ونعيم أوسط قولوا سيدا متلذذين أوجعين بما أتاهم ربهم إن المتقين متلذذون فاكهون متلذذون في جنات ونعيم فإن قلت على ما عطف قوله ووقاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم وجاء وقاهم ربهم بسر شبطي عطف كرن قلت على قوله في جنات يعني إن المتقين في جنات ونعيم ووقاهم ربهم أما عطف سر في جنات النعيم يعني أسكنهم في جنات ووقاهم ربهم أو على آتاهم ربهم يجي أما عطف سر آتاهم ربهم ووقاهم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم على أن تجعل ما مصدرية إذا ما يصير آتاهم بكن ما مصدرية يعني وقتا ما بما أو ما يصير آتا بكن ما مصدرية أما ببجن عطفة بسر آتاهم ربهم فهمتك والمعنى فاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم عذاب الجحيم وشغيه بمصدركية معناه كنا أوف يعني وقتا بكنا حال سيدنا هذه سر حاليتي يعني كأم عطفة بسر هذه النسر مثلا هذه سر حاليتي
والمعنى فاكهين بإيتائهم وأعطاهم ربهم ووقايتهم ربهم. هذا إيتاء ووقاية كأخوة مصدرية ماي مصدريتي وفاكهين يكريا حال والمعنى قال. هنا باشد ويجوز أن تكون الواو للحال وقد بعدها مضمرة. إجاب ووقاهم ووحال نكو ووقضاء فاكهين. تمام. مثال أنا ما أقولش فإن قلت على ما عطف قوله ووقاهم ربهم. قلت على قولي في جنات أو على آتاهم ربهم. يعني أمي يبيش نديرك عطف بسر في جنات ويا يجي أمي عطف بسر آتاهم ربهم وبكن على أن تجعل ما مصدريته. اگر که أمي ما يصير ما آتاهم يبكن ما مصدريه. اگر کوشا مای مصدریه به چه معنی؟ به ول معنی فاکهین بإیتائهم ربهم و وقایتهم عذاب الجحیم. یعنی ما آتاهم مصدر کی خوند ایتاهم و وقایش عینی به وقایت ما مصدر کی خوند معطوف وقتا كنا سببا إن المتقين أسكنهم في جنات ونعيم وأنعمهم في نعيم حلكني وفاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم عذاب. هذه لسالك حال. ما بقى منصوب بخينا ممكن حال. إذا كنا حال بعطب وعطى بسر وآتاهم عطى بسر وآتاهم ووقاهم عطى بسر عاملي في جناتين بابا ويقا بيجاوب بيجا أسكنهم في جنات ونعيم وأعطاهم هذه عطفيته وفاكهين. إذا قلت فاكهون بخيني فاكهون إن المتقين فاكهون بإيتائهم ربهم ووقايتهم ربهم عذاب الجحيم. شو ما كان خبر ما بإيتائهم ربهم. إذا تكون في خبر يعني تبرحيف فاكهون. يعني على كل حال أم سر ووقاهم ربهم عطف بسر كفاية يا عطف بسر في جنات النعيم باية يا عطف بسر آتاهم ربهم باية. ويجوز أن تكون الواو للحال أم واو سر ووقاهم أم واو يمكن واو حالية وأم بشتي وذا قد أكيد مقدر بكن أم مش وقد وقاهم ربهم. جملة ماضية جملة ببحث وقت جملة مصدرة فعل ماضي بلا جملة تقريبا عمل حالي ببالش الحالي لسر قد مسكوني ماشي مقدر. بله. يقال لهم كلوا واشربوا تيغوتن جوان ربخن وخن شربا هنيئا. أكلا وشربا هنيئا. يعني هنيء أو طعاما وشرابا هنيئا. هنيء شيء وهو الذي لا تنغيص فيه. يعني قد بر مربضا نامنا القرقة مربضا ناكبا بصخش رح يعني شفاعي. تبرد إشارة كل سيداكو أب هنيئا مفعول مطلق شبيش كلوا واشربوا مجازا صفة موصوفة كي محذوفة كأكل وشربنا حقيقة. بله. ويا أو طعاما وشرابا هنيئا أي شرط كديساكو كلوا طعاما واشربوا شرابا شرط كدكو أب هنيئا يجا مصدرنا فعيلة بمعنى اسم فعلية صفة شيء صفة طعاما وشرابا. هذا صفة مفعول به. ويجوز أن يكون مثله في قول الشاعر ذا كنت قلت هنيئا مريئا غير ضاء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحل. يعني أو بحق أو الشرف مدى
عفتا مدى او تشتك عزت داويجا ما جرى خوش حلال بقى صاد بي هنيئا مريئا حلال بعافية لتخركي بتهارة من غير داء مخامر بإيشكي تخرشمش بها لهنيئا لكي لعزته حلال بزيرة السن من أعراضنا الشرفة ما استحلتي أو تشك يعني ما خبر دايا حيثيتها ما شرفة ما خبر دا أو أنا ترجع الزترة حلال يعني حكي ما خوش لي حلال أعني صفة استعملت استعمال المصدر القائم مقام الفعل هنيئا يعني بيجوز أن يكون مثله أو هنيئا أضرابه هنيئا برد صفة وهاتي استعمال كرند جي مصدر دا قائمة مقام هاي قائمة مقام الفعل يعني كان مفعول مطلق مرتفعا بما استحلت كما يرتفع بالفعل مرتفعا به ما استحلت ما استحلت مرفوع بهنيئا ومريئا به وكي كتشي وكي بتي مرفوع كرنيت فعله يعني أم استحلت أم بجد محلا ما هي سيدا ما يستحل تمام يعني أن شيء حلال بقى ما يستحل يا عزت أو كها جنكها تمام كثير عزة نادي بجد دبي ما بري عزتين نظام بو ايش دلات شواله تنظر أنا لسير أبهني أنا شعري دا سيدا سيدا أبهني أنا شعري دا صفة استعمل استعمال المصدر القائم مقام الفعل تمام ومرتفعا به ما استحلت جي محلا مرفوع بوياتي مرفوع كرن بهني أنا آتي مرفوع كرن كما يرتفع بالفعل شو محل ما استحلت بفعلتي مرفوع كرن برضه بهني أنا شيء آتي مرفوع شو فعلت باكل مرفوعات بتبدأ شيء مصدرك وتقول المشكلة دوسة أوكي دوسة فعل ده دوسة كأنه قيل هنا عزة المستحل من أعراضنا هنا عزة المستحل من أعراضنا يعني المستحل ما كما كر دوسة استحلت يعني المستحل مثلا ما استحلت يعني استحلاله مستحله اكتب يا حلال لهذا جرى خوش حلال وكذلك معنى هنيئا ها هنا دايت داجي بفي شكل ها نجي تبكور معنى كرن نقول في شعر يعني كي صفات وفعل جربي سيدة شما المستحيل تفهم كذا فعله هنيئا هنا الزترة حلال بتجرى حلال بالمستحل من أعراض مستحل نوبة المستحل من أعراض أو شيء حلال هاتي حلال كلش حلال كلش حيثيات ما جرى حلال عافية يعني تشتي كويش حلال ديتيه اشترى في ودات يا حلال يعني هريويش حلال ديتيه أو جرى عافية بهم بعد وكذلك معنى هنيئا ها هنا يعني هنأكم الأكل والشرب أو هنأكم ما كنتم تعملون يعني يا أو خارنو وخارن عافية بجورة يا أو كرنك عملك وكريا جوارة حلال أو كده آية هم أكل وشرب جاية فهم يعني أنا ما كنتم تعملون يعني أوجي جزاء ما كنتم تعملون
لسه اف جزاي ويجي اف جنات ونعيم واكل وشرب. يعني اف كلوا واشربوا مفعول تلعب شنية بله بله. نعم كسينا. والباء مزيدة بما كنتم تعملون ده أو بيسر بما كنتم زيدية كما في كفى بالله كما تقول كفى الله يعني. يجب الباء متعلقة بكلوا واشربوا إذا جعلت الفاعل الأكل والشرب. يعني وقتك كل أكل وشرب بكي فاعل ويشاغي متعلقة تركيم وقتك هنيئا وعليه هنيئا الأكل والشرب بما كنتم تعملون متعلقين شبه بأكل والشرب. والباء متعلقة بكلوا واشربوا إذا جعلت الفاعل الأكل والشرب. يعني وقت كلوا واشربوا كيف فاعل شبه هنيئا بما كنتم تعملون إجابة فعليه هنيئا المستتر بكي وراجع ببال كلوا واشربوا بابا أكلوا وشربوا بابا أوي قضيت باء متعلقة بشبه متعلقة بهنيئا متعلقة بهنيئا يعني متعلقة بكلوا لو استغفر الله. بله بما كنتم تعملون إجابة بيجي متعلقة بكلوا واشربوا به. وقرئ بعيس عين جات يا خواندن بحور عين بعيس عين جات يا خواندن. عندما قراءتك أواجهها معنى وش هو يعني؟ عيش تبيش أوان جنكي فيك وشكل العيساء البيضاء ومثله جمل أعيس وناقة عيساء. طبيعي. والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إدريجة في آية التساقي بيجي تشوف كن. برب مينا بس. برح يا رب. روجيتي أما برانتك بيدو. آه. أمانة خدا